بيبدأ الفيلم بشخص بينزل من عبارة على جزيرة وبيمشي لحد ما بيوصل لعربية وبيلاقي مفاتيحها موجودين فوق الكاوتش، فبياخد المفاتيح وبيدخل للعربية وساعتها بيطلع صورة قديمة لعيلته وبيحطها قدامه، وبعدها بيتصل بالطوارئ فبترد عليه موظفة اسمها فاي، ولما بتسأله عن سبب اتصاله ما بيردش عليها وبينهي الاتصال، وبعدها بيطلع سكينة من تابلوه العربية وبيتحرك بالعربية وبيروح لبيت وبيكسر الباب، ووقتها بنسمع أصحاب البيت وهم بيصرخوا وبيترجوه إنه ما يقتلهمش لكنه بيخلص عليهم، وبننتقل لمركز خدمة الطوارئ وهناك بنشوف فاي اللي بتشتغل في وحدة مكافحة الطوارئ وهي بتدرب جاك الموظف الجديد على استقبال مكالمات الطوارئ، وبتتصل بيهم صاحبة حانة وبتقول لهم إن في شخص اسمه إد شارب وبيكسر في الحانة، وبتطلب منهم يبعتوا الضباط علشان يقبضوا عليه، فالضابط كرافت بيروح يقبض عليه وبيرجع بيه للمركز وبيحبسه في الزنزانة، وفي الوقت ده واحد بيتصل بالطوارئ وبتكون مراته في حالة ولادة وبيستنجد بوحدة الطوارئ علشان يبعتوله عربية إسعاف بسرعة، فبيتوتر جاك وما بيعرفش يتصرف، فبتكمل فاي هي المكالمة وبتساعد الشخص اللي بيتصل وبتقوله يعمل إيه علشان ينقذ ابنه اللي اتولد والحبل السري ملفوف حوالين رقبته قبل وصول عربية الإسعاف، ولما بتتأكد إن الطفل بقى بخير وبتسمع صوت عربية الإسعاف بتنهي المكالمة، وساعتها جاك بيعتذر لها لأنه توتر، وهاملين رئيس وحدة الطوارئ بيشكرها لأنها اتصرفت صح، وفي الوقت ده بيكون شيفت فاي وجاك خلص، فبيتأكد هاملين من فاي إنها اتصلت بالمطعم وطلبت لهم العشاء وتورتة عيد ميلاد زميلهم علشان يحتفلوا بيه، ولما فاي وجاك بيستعدوا علشان يخرجوا من الشغل بيقول جاك لفاي إن مراته حامل وإنه عايز يرجع البيت بسرعة علشان يطمن عليها، وبيخرجوا من الشغل ووقتها بيشوفوا عامل التوصيل وهو واخد البيتزا والتورتة ومعاهم عروسة على شكل دبة علشان يوصلهم لمركز الطوارئ، وبعدها فاي بتوصل للبيت ولما بتشوف بنتها أليكس بتسلم عليها، وبيكون واضح إنها ما شافتهاش من فترة كبيرة لأنها بتدرس في جامعة في ولاية تانية وعايشة في المدينة الجامعية، وبنعرف إن كريس جوز فاي بيشتغل سواق شاحنة وإنه تعرض لإصابة مؤخرا وعلشان كده بيمشي بعكاز، وإنهم وظفوا ممرضة اسمها ستيلا علشان تاخد بالها من كريس وتعمل له العلاج الطبيعي وتتابع مواعيد الدواء، لأن فاي بحكم شغلها في وحدة الطوارئ بتقضي اليوم كله تقريبا في الشغل، ولما أليكس بتشوف طريقة رد أمها على كلام أبوها بتعرف إن في بينهم مشكلة، بعدها فاي بتدخل تحضر الأكل فأليكس بتروح وراها وبتقول لها هو في مشكلة بينك انتي وبابا، فبتتردد فاي شوية وبعدها بتقول لها إن في بينهم شوية مشاكل وهتتحل مع الوقت، وساعتها أليكس بتقول لها إنها متحمسة علشان يلعبوا مع بعض بالكوتشينة زي زمان، ولما ستيلا بتدخل المطبخ علشان تساعدهم بتقول أليكس لأمها إن ممكن ستيلا تبات معاهم النهاردة علشان تلعب معاهم، فبيبان التردد على فاي وبتقول لأليكس أكيد ستيلا عايزة ترجع لبيتها علشان تقضي أجازة الويك إند مع أهلها، فبتقول لها ستيلا إن أختها الكبيرة هي اللي ربتها لكن دلوقتي هي عايشة لوحدها، فبتوافق فاي إن ستيلا تبات معاهم، ولما هما الأربعة بيبدأوا اللعب بتكون قوانين اللعبة إن كل 2 يكونوا فريق ويجمعوا 4 ورقات كوتشينة بنفس الشكل، ولما واحد من الفريق يجمع ال4 ورقات المتشابهة يدي للتاني إشارة علشان يقول كنت، وساعتها فريقهم هو اللي هيكسب، ولما فاي وكريس بيكسبوا بنتهم بتقول لهم أنا ما شفتش حد فيكم بيعمل أي إشارة، فبيقول لها أبوها إن إشارتهم صعب حد يكشفها، وبيقول لها إنه عمل الإشارة دي وأمها فهمته، والإشارة بتكون إنه ياخد نفس قصير قبل ما يقول كلمة عادية ما تلفتش انتباه أي حد، فبتتحداهم أليكس إن هي وستيلا هيكسبوهم الدور الجاي وبيكملوا لعب، وساعتها بيجي اتصال لفاي من الضابط كان بتعرف منه إن زمايلها جالهم تسمم بسبب البيتزا والتورتة اللي كلوا منها واتنقلوا على المستشفى بما فيهم رئيسهم هاملين، ومفيش في المركز غير الضابط كان علشان كده استدعوا جاك تاني للشغل، وهي كمان لازم تروح حالا للمركز، فبتعتذر لجوزها وبنتها
وساعتها جوزها بيقول لها إنها ممكن تلعب معاهم أونلاين، فبتقول له هحاول. ولما بترجع للشغل بيقول لها كان إن زمايلهم كلهم اتعمل لهم غسيل معدة وإن هاملين بقى أحسن وهيخرج من الطوارئ قريب. وبعد كده بتيجي لفاي مكالمة من رقم مجهول، والمكالمة بتكون من واحدة بتقول لها إن في مجرم قتل جوزها وإنها دلوقتي مستخبية جوه دولاب في أوضة بنتها، وبتديلها عنوان البيت. فبتطلب فاي من الضابط كان إنه يروح بسرعة على العنوان، فبيديلها كان مفتاح الزنزانة بتاعت إد وبيخرج بسرعة علشان يلحق الست قبل ما المجرم يخلص عليها. وفي الأثناء دي فاي بتكون شايفة جوزها وبنتها والممرضة في اتصال معاها على فيديو على اللابتوب بتاعها وهم بيكملوا لعب. وبنرجع للست اللي بتقول لفاي عيلتك موجودين على الجزيرة صح؟ فبتقول لها فاي ايه دخل عيلتي في الموضوع؟ هو القاتل لسه موجود في البيت؟ فبتقول لها ايوه. ولما فاي بتسألها على اسمها بتقول لها اسمي جين، وبعدها بتناديها باسمها وبتقول لها فاي لو مجرم دخل بيتك وقتل جوزك هتقولي لبنتك ايه؟ وهنا فاي بتكتم صوت المكالمة وبتقول لجاك اتصل بفريق التدخل السريع واديهم عنوان البيت، فبينفذ اللي طلبته منه. ولما فاي بترجع تتكلم تاني مع جين بتتفاجئ ان صوتها اتغير وبيتحول لراجل وبيقول لها انه مضطر يقتل شخص تاني النهارده وهي السبب في انه هيخلص عليه، وبيقول لها لو حذرتي حد هقتل عيلتك. وهنا بتتوتر فاي وبتبعت رسالة للضابط كرافت وبتقوله ان في شخص اتصل بيها وبيهددها انه هيقتل عيلتها، وبتطلب منه يروح يطمن عليهم. وبعدها بتبص على عيلتها في اتصال الفيديو فبتلاقيهم بيلعبوا كوتشينة زي ما هم. وهنا بيجيلها اتصال من الضابط كان بتعرف منه انه وصل للعنوان اللي اديتهوله ولقى راجل ومراته مقتولين ومفيش اي اثر للمجرم اللي قتلهم، فبتحس بالقلق وبتنهي معاه الاتصال وبتتصل مرة تانية برقم الشخص اللي هددها لكنه ما بيردش عليها. وفي نفس الوقت بيقول لها جاك ان فريق التدخل السريع موجود على البر التاني من الجزيرة وانهم بيدوروا على قارب يستوعب حجم عربياتهم المصفحة لان القوارب المخصصة ليهم اتحرقوا الصبح، وبيعرفها انهم مش هيقدروا يلاقوا قوارب مناسبة قبل 4 ساعات لان مفيش قوارب بالمواصفات دي غير في جزيرة بتبعد عنهم 3 ساعات. فبتقول له فاي في الغالب كده المجرم اللي هددني هو اللي حرق القوارب بتاعتهم. وهنا القاتل بيتصل بيها مرة تانية وبيقول لها انا حذرتك من انك تتصلي بحد وتعرفيه الكلام اللي قلتهولك وعشان كده هتتعاقبي، وبينهي الاتصال. ووقتها فاي بتقول لجاك المجرم عرف اني بعت رسالة لكروفت وده معناه انه بيراقبنا، فبيقول لها جاك لازم نقفل باب المركز كويس لانه ممكن يهاجمنا في اي وقت. وبيقوموا هما الاتنين وبيتأكدوا ان الشبابيك مقفولة وعليها ستاير بتحجب الرؤية، وبعدها بيقفلوا باب المركز وبيحطوا وراه كراسي معدن متوصلة ببعضها. ووقتها جاك بيقول لفاي ان إدارة المستشفى اتصلوا بيه وبلغوه ان هاملين بقى احسن وهيخرج خلاص خلال نص ساعة من المستشفى. ولما إد بيسألهم عن اللي حصل بتقول له فاي هنفهمك بعدين، وبتكلم جوزها وبتقول له ان في قاتل على الجزيرة لسه ما قبضوش عليه وعشان كده لازم يقفلوا الابواب والشبابيك كويس. وهنا الضابط كان بيوصل وبيكون معاه صندوقين فيهم متعلقات من مسرح الجريمة علشان يراجعوها ويحاولوا يعرفوا منها هوية القاتل، وبيقول لهم ان الشخص اللي اتقتل كان سمسار مراهنات بيسلف الناس بالفايدة اسمه هاري داريل، وناس كتير في الجزيرة مديونين ليه بفلوس وملوش اصدقاء لان في عداوات كتير بينه وبين سكان الجزيرة. وفي اللحظة دي هاملين بيتصل بفاي وبيقول لها في بداية شغلك معانا ضغطت عليكي وخليتك تستقبلي مكالمات كتير وما كنتيش وقتها اتدربتي كويس على الشغل وانا السبب في اللي بيحصل ولسه هيحصل على الجزيرة النهاردة. فبتحس فاي من طريقة كلام هاملين ان في حد واقف جنبه بيهدده، وفجأة بتسمعه هو بيقول لحد لا ابعد عني، وبعدها الخط بيقطع. فبتطلب من جاك انه يتصل بالمستشفى ويتأكد ان هاملين كويس. وفي الوقت ده بيجي اتصال من واحدة اسمها آميلا بتقول لفاي انها دكتورة وان هاملين مصاب بجرح خطير في رقبته، فبيقول كان لفاي انه رايح للمستشفى فورا. وبعدها فاي بتلاحظ ان جاك معاه مكالمة ولما بتسأله بتكلم مين ما بيردش عليها لكن بيبان عليه التوتر والقلق. ولما بينهي الاتصال بيتصل بمراته بيري لكنها ما بتردش عليه، فبيسيب لها رسالة على البريد الصوتي وبيقول لها ما تفتحيش الباب لحد واقفلي الابواب والشبابيك كويس وخلي معاكي سكينة احتياطي.
وهنا فاي بتقدر تعرف من عامل في جراج المستشفى إن في شخص خرج بيجري من المستشفى وركب عربية حمراء وطلع بيها بسرعة، وبيقول لها إنه لمح نمرة العربية لكنه مش فاكر آخر رقمين منها، فبتخلي جاك يسجل رقم لوحة العربية وبتطلب منه يخمن الرقمين اللي ناقصين ويحاول عن طريق قاعدة البيانات إنه يعرف العربيات اللي أرقام نمرهم قريبة من نمرة عربية المجرم واللي يكون لونها أحمر، فبينفذ اللي طلبته منه. وبعدها بيكلم كان وبيقوله عربية المجرم لونها أحمر واتجه للمنطقة الشمالية للجزيرة وبيتي في نفس الاتجاه، وبيديله عنوان بيته وبيقوله عايزك تعدي على البيت وتطمن إن مراتي كويسة. ولما فاي بتعترض لأنه لو عدى على بيت جاك هيتعطل عن مطاردة المجرم، بيتعصب جاك عليها وبيقول لها مراتي حامل ولوحدها في البيت وبتصل بيها ما بتردش. بعد كده كروف بيبعت رسالة لفاي بيقول لها فيها إنه راح بيتها واطمن إن كلهم كويسين. وهنا المجرم بيتصل تاني بفاي فبتقوله إن قوة التدخل السريع هتوصل للجزيرة في خلال دقايق، فبيقول لها معتقدش، كل القوارب اللي ممكن يوصلوا بيها اتحرقت، علشان كده لسه قدامي وقت كبير أقدر أحقق فيه العدالة، لأني قررت إن أخلي كل سكان الجزيرة يحسوا بنفس الإحساس اللي بحسه كل يوم وخصوصا انتي. فبتتعصب عليه وبتمسك تليفونها وبتكتب رسالة لكروفت، فبيقول لها المجرم ما تبعتيش الرسالة دي لو عايزة جوزك وبنتك يفضلوا عايشين. فبتتصدم لأن معنى كلامه إنه شايفها، فبتنهي معاه الاتصال وبتقول لجاك في كاميرا في المكان المجرم بيراقبنا منها، وبتبتدي تدور في المكان وساعتها بتشوف باقي التورته والبالونات والعروسة، فبتروح ناحيتهم وبتبتدي تدور على الكاميرا، وساعتها بتفتكر عامل الدليفري اللي كان داخل للمركز وهم خارجين، وبتقول لجاك عامل الدليفري هو المجرم، وبتقول له إنه سمم الأكل علشان كل العملاء يروحوا للمستشفى وهي ترجع تاني للشغل، وبتاخد الدبة وبتقطعها وساعتها بتلاقي جواها الكاميرا، فبتاخد شاكوش وبتكسرها وبعدها بترمي الشاكوش على الأرض. فبتتفاجئ إن القاتل بيبعت لها رسالة على تليفونها بيقول لها فيها هتندمي على اللي عملتيه، فبتقول لجاك إن المجرم عارف رقمها وبعت لها رسالة لكنه حاجب رقمه، وبتقول له إن طول الشهر اللي فات كان بيجيلها اتصالات من رقم مجهول، وكل ما ترد عليه كان المتصل بيسمع صوتها وبعدها بينهي المكالمة، وعشان كده هتراجع السجل علشان تعرف مصدر الرقم لأن احتمال كبير يكون هو المجرم. ولما بتراجع سجل المكالمات بتعرف إن مصدرها من تليفون في السجن، وساعتها بتشوف إن في مكالمة استلمها جاك لكنه ما سجلش بياناتها، ولما بتسمع تسجيل المكالمة بتلاقيه المجرم بيكلم جاك وبيهدده إنه هيقتل مراته لو فاي خرجت من المركز لحد ما هو اللي يقوله يسيبها تخرج. وهنا فاي بتحاول تتسحب وتخرج من المركز من غير ما جاك يشوفها، لكن إد بينادي عليها وبيقول لها انت رايحة فين، فبيشوفها جاك وساعتها بياخد السكينة اللي في التورته وبيهددها بيها وبيمنعها من الخروج، وبيقول لها لو سبتك تخرجي هيقتل مراتي، مش هقدر اخليكي تخرجي، وبيوري لها صورة بيته اللي المجرم بعتها له علشان يعرفه انه قصاد البيت. وهنا إد بيقول لجاك نزل السكينة وسيبها تخرج، لكن جاك بيتجاهل كلامه وبياخد من فاي تليفونها وبيقول لها انه ما يعرفش مين هو المجرم، وانهم لو راجعوا الادله اللي جابوها من بيت هاري ممكن يعرفوا هو مين. فبتقول له انها هتروح لغرفه الادله علشان تدور على اي معلومات تخص هاري، وفي مخزن الادله بتلاقي صندوق مكتوب عليه اسم هاري، لما بتفتحه بتعرف ان هاري كان مشتبه فيه في جريمه حريق متعمد حصل في شهر 8 من 10 سنين، والمحكمه برأته وقتها. وهنا جاك بيدخل لأوضة الأدلة وبيقول لها إنه لقى سجل حسابات هاري، ومن ضمن المديونين ليه بفلوس شخص اسمه أرنولد وده بيشتغل عامل صيانة، وشخص تاني اسمه مايكل، ولأن فاي عارفة أرنولد بتطلب من جاك إنه يسمح لها تكلمه، فبيطلع التليفون وبيخليها تتصل بيه وهو ماسك التليفون في إيده، ولما ما بيردش عليها بتسيب له رسالة على المجيب الآلي وبتطلب منها يكلمها ضروري. ولما بتسأل إيد عن هاري بيقول لها إنه شخص وضيع وتسبب في خراب بيوت كتير علشان كده أعدائه كتير. وفي الوقت ده بيراجع جاك شريط من الشرايط اللي عليها مكالمات الطوارئ اللي اتسجلت شهر 8 من 10 سنين، فبيسمع مكالمة من مرات مايكل وهي بتتصل بفاي وبتقول لها بيتي بيتحرق وأنا وابني في البيت، أرجوكي ابعتي المطافي، عنوان البيت 1514 شارع ويلسون. وساعتها فاي كلمت المطافي
المطافي فعلا، لكنها قالت لهم إن في حريقة في بيت 1514 شارع ويليام مش ويلسون، وكانت السبب في إن المطافي تروح لعنوان تاني وبيت مايكل كله يتحرق بمراته وابنه. وهنا فاي بتنهار وبتقول لجاك وقف الشريط، وبعدها بتقوله إنها في الوقت ده ما كانتش خلصت تدريبها، لكن هاملين كان بيثق فيها جدا وعشان كده سابها ترد على مكالمات كتير جدا، وبسبب الضغط ده ما ركزتش في العنوان اللي اديتهولها مرات مايكل، وكانت النتيجة إنها بعتت المطافي على عنوان غلط والست وابنها ماتوا في الحريقة. وهنا جاك بيطلع من صندوق الحادثة مقالة عن يوم الحريقة مكتوب فيها إن صاحب البيت المحروق اسمه مايكل دريبر، فبيعرفوا إنه لما خرج من السجن انتقم من هاري اللي حرق بيته وكان السبب في موت ابنه ومراته، وانتقم كمان من هاملين لأنه سمح لها ترد على المكالمات وهي لسه بتتدرب، والدور دلوقتي على عائلتها. فبتتصل فاي بمايكل وبتقوله إنها عرفت هو مين وإن مفيش حد مذنب غيرها هي، علشان كده مش لازم يأذي عائلتها ولا مرات جاك. فبيقول لها باقي اسم واحد هخلص عليه النهارده، لو ما خليتيش الشرطة تمنعني من قتله مش هقرب من عيلتك. وبعد كده بتعرف من إد إن أكيد مايكل هيحاول يقتل القاضي اللي حكم لهاري بالبراءة، وإن دي مش هتكون أول مرة يحاول يقتله فيها، لأنه فعلا حاول يقتله تاني يوم نطق فيه بحكم البراءة، لكن اتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن 10 سنين بتهمة الشروع في القتل، وإنه لسه خارج من السجن من أسبوع. فبتقول فاي لجاك لازم نتصل بالقاضي ونحذره، وفي نفس الوقت جاك بتجيله رسالة من مايكل بيقوله فيها أنا حذرتك من تدخل الشرطة، وبيبعت له صورة لمراته وهي متكتفة جوه اسطبل، ووقتها الضابط بيكلم جاك وبيقوله إن مراته مش موجودة في البيت. وبعدها فاي بتتصل بالقاضي وبتقوله إن حياته في خطر وبتطلب منه ما يستقبلش حد في بيته، فبيقول لها إنه اتصل بأرنولد علشان يجي يصلح له شباك مكسور. وهنا بيسمعوا صوت شخص بيقول إن أرنولد بعته علشان يصلح الشباك، ومن غير ما القاضي يسمح له بالدخول بيدخل للبيت. فبتقول له فاي اتأكد إن كان الشخص ده هو مايكل اللي حاول يقتلك قبل كده. فلما بيشوفه من الدور التاني بيقول لها أيوة هو، فبتقول له حاول تهرب بسرعة. فبتسمعه وهو بينط من الشباك وبيركب عربيته، وساعتها بيقول لها إن مايكل بيطارده، فبتقول له روح للمينا بسرعة، وبتتصل بربان العبارة وبتقول له القاضي جايلك دلوقتي خده معاك بسرعة للبر التاني. وبعد ما القاضي بيركب العبارة وبتبتدي تتحرك العبارة بتنفجر، وهنا بنعرف إن مايكل لغم العبارة زي ما لغم القوارب قبل كده. وبعدها فاي بتعرف إن قوارب الصيادين أنقذت القاضي والعمال اللي كانوا على العبارة بعد ما قدروا إنهم ينطوا في البحر قبل ما النار توصل لهم، وبكده ما يبقاش فاضل غير عيلة فاي. إلا لما بتشوف الصورة الموجودة في المقال بتكتشف إن الممرضة ستيلا هي أخت مرات مايكل، وساعتها بتتصل بكريس على اللاسلكي اللي بيتواصل بيه مع باقي سواقين الشاحنات على الطريق، وبتقوله إن ستيلا مش ممرضة وإنه لازم ياخد بنتهم ويخرج بسرعة من البيت. ولما كريس بيحاول ياخد بنته ويخرج بتهددهم ستيلا بسكينة وبتمنعهم من الخروج، وفي اللحظة دي بيوصل مايكل وبيهدد أليكس بسكينة، فبتحاول فاي تجري ناحية الباب لكن جاك بيمنعها وبيشل حركتها وبيدخلها الزنزانة مع إد. وقبل ما يقفل باب الزنزانة بيمنعه إد وبيقول لفاي اخرجي بسرعة، وساعتها جاك بيغرس السكينة في جسم إد فبيقع على الأرض. فبتقول فاي لجاك هات شنطة الإسعافات الأولية بسرعة، وبعدها بتاخد الشاكوش من على الأرض وبتضرب جاك بيه وبتخرج بسرعة من القسم. وساعتها بتكلم جوزها على تردد اللاسلكي فبيقول لها إن هو وبنتهم في شنطة عربية وبيوصف لها الطريق اللي هم ماشيين فيه، فبتسجل فاي المكالمة. ولما بتروح للمكان اللي قال لها عليه ما بيكونش ليهم أي أثر، فبترجع تاني للعربية وبتسمع التسجيل مرة تانية، وساعتها بتكتشف إن كريس استخدم الشفرة اللي بينهم وخد نفس قبل كلمات معينة وهو بيتكلم، فبتقدر تعرف العنوان الحقيقي اللي مايكل خدهم ليه. وفي الوقت ده مايكل بيحبس كريس وأليكس في اسطبل خيل، وبيري مرات جاك بتكون متكتفة معاهم، وساعتها بيري بتترجى ستيلا وبتقول لها أنا ماليش ذنب أنا ما عملتش حاجة. فبتقول لها ستيلا أنا خايفة من مايكل لأنه ممكن يأذيني، وبتطلب منها تضربها أول ما تفكها، فبتنفذ بيري اللي ستيلا طلبته منها، وأول ما ستيلا بتفكها بتضربها بيري وبتطلع تجري. فبيقول مايكل لستيلا روحي وراها ورجعيها، فبتخرج تجري وراها، ووقتها
وبعدها بيملى المكان بالبنزين وبيطلع ولاعة، لكن قبل ما يرميها على الأرض بتوصل فاي وبتضربه فبيقع على الأرض، لكنه بيقدر يولع في القش اللي في الاسطبل. وبعدها بيهاجم فاي لكنها بتقدر تتغلب عليه وبتقدر تحرر بنتها وجوزها وبيطلعوا يجروا. وساعتها بيشوفوا الاسطبل وهو بيولع بمايكل، وفي اللحظة دي بيوصل جاك ومراته بتجري عليه، ولما بيطمن إنها بخير بيتأسف لفاي على اللي عمله وبيقول لها ات كويس واتنقل للمستشفى، وقال لي إنه مش هيقدم بلاغ ضدي لأنه عارف إني كنت عايز أحمي مراتي. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.